أهلا بيكم. أكيد أول ما تسمع كلمة السعودية أو جزيرة العرب أول صورة تيجي على بالك هو منظر الصحراء والرمال المتحركة وعدم وجود مية. يا ترى تصدق إن جزيرة العرب بكل الصحاري اللي فيها كانت حدائق وبساتين وغابات خضراء؟ دي دراسة بيقدمها الدكتور بلوم بجامعة إكسفورد من وكالة ناسا. بس قبل ما نقول دكتور فلان وجامعة أمريكية ووكالة ناسا، تعالى نفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني ضياع الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. دي خريطة بعد الأبحاث اللي قام بيها دكتور بلوم اللي أثبتت إن جزيرة العرب تحتها أنهار بترجع لآلاف السنين. وبالفعل اكتشفوا بقايا حوت في قلب الصحراء شمال غرب المملكة العربية السعودية. بيرجع بقايا الحوت ل 37 مليون سنة. بيقول كمان دكتور بلوم ان اول مرة في التاريخ يعرف فيها الناس ان الصحراء دي كانت في يوم من الايام مليئة بالانهار والمروج والنباتات والحيوانات المختلفة. كانت كمان اشبه باوروبا الايام دي. وتم العثور على شبكة قديمة جدا من الأنهار والبحيرات في الصحراء الغربية. وده اللي بنشوفه في مقطع من فيديو تم تصويره من هواة السفاري. وبنشوف في الفيديو خروج المياه من منطقة الربع الخالي اللي ملان بالرمال المتحركة. والسؤال هنا: ليه الرمال بتتحرك؟ كانت الإجابة عند الدكتور بلوم: بتتحرك الرمال لوجود أنهار تحت الرمال. وده أثبتته صور الأقمار الصناعية سنة 72 وسنة 81 وسنة 94. حاطط لحضراتكم الرابط بتاع المقال من جامعة اوكسفورد، تقدروا تغيروا اللغة من الانجليزي للعربي. بيقول كمان دكتور اش بارتون الاستاذ بجامعة اوكسفورد البريطانية في مجلة ذا جورنال اوف جيولوجي: من الذي اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم بان جزيرة العرب كانت مروجا خضراء؟ صدقت يا رسول الله فيما اوحى اليك رب العزة، واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.